يا مساء الخير. كلنا عارفين المثل المصري الشهير: اديني عمر وارميني البحر. والحقيقة ان اللي حصل مع الشاب اللي كان في رحلة مشؤومة من رحلات الهجرة غير الشرعية، واتقلبت بيهم المركب بسبب الرياح العاتية والأمواج، وأنقذوا القبطان المصري ابن سوهاج بعد 24 ساعة من وجوده في المية. وعلى قد الموضوع ما هو حزين ومؤلم وقصة مؤلمة ومتكررة، وده بسبب للأسف قلة الوعي، قلة الإيمان، وكمان فشل الحكومة. لأن الحقيقة الحكومة دي لو قادرة تخلق وظائف معقولة حتى للناس، مش هيدفعوا ملايين ومئات الألوف عشان يرمي نفسه في مركب في المية احتمال وصوله لا يتخطى 5%، واحتمال موته 95%. تخيلوا ان في حد بيدفع مئات الالوف علشان يعمل مشوار احتمال نجاته لا تتخطى 5%. هل ده يأس؟ وهل ده يعني شايف الحكومة مهتمة ان هي تمنع ده علشان خاطر الاتحاد الاوروبي؟ الحقيقة ان الحكومة تمنع ده بان هي تخلق وظائف محترمة ومعقولة ومناسبة للناس، عشان ما يضطرش ان هو عشان يجيب لقمة عيش يجري يروح يرمي نفسه في المية. امر جدا محزن، والامر جدا محتاج ان احنا يكون عندنا بصيرة وايمان. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى اللي انقذ هذا الشاب من الغرق 24 ساعة بدرجة حرارة تكاد تكون صفر في هذه الأمواج. الحقيقة إن دي رسالة لينا كلنا. ربنا لما قال لك إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لازم تفهم إن أنت حتى لو في وسط كل أسباب الموت ولك عمر لسه هتعيش. هو ده نفسه ربنا سبحانه وتعالى قال: ورزقكم في السماء وما توعدون. يا جماعة لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، عشان رزقك هيجيلك، واللي مكتوب لك هيجيلك. الناس اللي ماتت دي صرفت عشرات ومئات الألوف عشان تموت، مش عشان تاخد رزق. يا جماعة، اللي يجيله فرصة محترمة آدمية آمنة نوعا ما، مفيش حاجة آمنة في الدنيا 100%، ولكن آمنة نوعا ما، احتمالات وصولك تبقى أكثر بكتير من احتمالات عدم وصولك. فكر على الله وابحث عن رزقك زي ما كلنا عملنا وجرينا وبحثنا عن الرزق. إنما علشان تلقي بنفسك في هذا اليم علشان ترزق، الحقيقة ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. مهما كانت عندنا فشل في الإدارة الحكومية، ومهما كان عندنا فشل في استخدام الموارد وإدارة الموارد، ومهما كان عندنا فشل في عدم التطوير الذكي للموارد من هذه الحكومة التي فرض بس جباية على الناس وخلاص، أرجوكم لا تلوموا بأولادكم للتهلكة. الموضوع ما يستاهلش. ورزقكم في السماء وما توعدون. أشكركم، خلي بالكم من ولادكم، وأرجوكم ما تتصرفوش بجنون. الحياة مش مستاهلة. السلام عليكم.